لو مش هتبقى راجل ما تكملش في النادي الاهلي، لو مش هتبقى قد المسؤوليه امشي من النادي الاهلي. لان الفتره اللي جايه مش عايزه لعيبه حريفه، عايزه لعيبه رجاله، لعيبه عندها روح، لعيبه عارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، لعيبه ما بتحبش الخساره من الاخر. لان الفتره اللي جايه فتره صعبه بقالنا فيها 8 مباريات، التمانية اصعب من بعض واهم من بعض، لان خساره اي نقطه معناها خساره الدوري المصري. هناخد كل مباراه على حده كانها بطوله، كانها نهائي دوري ابطال او نهائي كاس عالم. جمهور النادي الاهلي هيبقى في ظهرك وهيدعمك لحد اخر لحظه. المهم انك تكون راجل، تكون قد المسؤوليه، تكون عارف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه. مش وقت نتكلم عن مين كان وحش او مين كان حلو، مش وقت تقليل من مدربك او تقلل من ادارتك، لان الاهلي اهم من اي حد، ومكسب النادي الاهلي اهم من اي حاجه. الدوري بتاعنا واحنا متعودين عليه، فمش عايزين نخسره. احنا قدها باذن الله، لان عندنا لعيبه رجاله، لعيبه قد المسؤوليه، لعيبه ما بتحبش الخساره. وباذن الله الدوري في الجزيره. بس كده، يلا سلام.